خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انني لاباس الحمد لله. كما قريت في العنوان، كشف المكلف بالاعلام لدى الفاف صالح باي عبود ان الناخب الوطني جمال بلماضي سيستدعي اسماء جديدة للمنتخب خلال الفترة المقبلة، كما سبق وان صرح في ندوة صحفية. قال لك بأن أيت نوري غير الجنسية، هذا رسمي، لكن لم يفصح على اللاعبين الآخرين. وقال بي عبود في تصريحات لموقع الجزيرة نت: المؤكد أن المنتخب الجزائري سيستفيد من خدمات لاعبين جدد، وهذا الأمر نتركه للمدرب الوطني واتحاد الكرة، إذ يعملون على استخدام لاعبين جدد بتدعيم نوعي وضخ دماء جديدة وكما تطلبه الجماهير، ولكن في إطار تخطيط محكم. هنا خوتي صالح بي عبودة ويأكد لنا باللي هنالك لاعبين جدد ان شاء الله. احنا ماذا بينا خوتي، وانا في رايي كما نقولوا ثلاثه اللي راهم كما نقولوا اللي راهم في راسي هما ايت نوري وشعيبي وعوار. ايت نوري على بالي باللي ان شاء الله حيكون رسمي في مارس، لخاطش كما قال جمال بالماضي سبق وصرح. وترى العديد من الجماهير الخضر أن المنتخب بحاجة لضخ دماء جديدة من خلال ضم بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية لتعزيز صفوفه تحضيرا للتحديثات الكبيرة التي تنتظر المنتخب. هذا شيء باين، لأن كما نقولوا المنتخب يحتاج إلى دماء جديدة، خاصة في بعض المناصب الحساسة كوسط الميدان، وخاصة في منصب كذلك بن سبعيني، لأن بن سبعيني في المنتخب الوطني في تراجع وفي تهور، نقدر نقول تهور، خاصة في المباراة الأخيرة. هكذا خوتي. وبما أننا تكلمنا على بن سبعيني، أنا أتمنى له كل الخير وكل التوفيق. أكدت سكاي سبور الألمانية، حسب سكاي سبور الألمانية، بأن بن سبعيني سينتقل إلى فريقه الجديد. اقترب الدول الجزائري لرامي بن سبعيني من الرحيل عن بوريسيا مونشنغلادباخ عقب نهاية الموسم الحالي، والانتقال إلى صفوف بوريسيا دورتموند الألماني الصيف المقبل. كما على بالكم خوتي، العقد تاع بن سبعيني راح يخلص في هذا الصيف الجاي، وتما اللي راح يتيح له باش ينتقل لأي نادي يريد. وذكرت شبكة سكاي سبور الألمانية أن بن سبعيني سيرحل على بوريسيا مونشنغلادباخ بنهاية الموسم مجانا فور انتهاء تعاقده. وأفاد المصدر نفسه بأن نادي بوريسيا دورتموند أوشك على إنجاز صفقة الانضمام الجزائري رامي بن سبعيني إليه في الصيف 2023. يأتي ذلك في ظل اقتراب البرتغالي رافائيل غيريرو من مغادرة ملعب سينغال إيدونا بارك فور انتهاء عقده الصيف القادم، ليفتح باب انتقال بن سبعيني إلى الفريق بوريسيا مونشنغلادباخ. وأكدت سكاي سبور أن اللاعب بالغ من العمر 27 عام أبلغ مسؤولين في غلادباخ عن طريق المدير الرياضي رونالد فيروكس أنه لن يمدد عقده وسيغادر بوريسيا بالتأكيد في الصيف. انضم رامي بن سبعيني إلى بوريسيا مونشنغلادباخ في عام 2019، وقد أثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي الظهير الأيسر في الدوري الألماني على مدار الموسمين الماضيين. لقد شارك في إجمالي 19 مباراة مع الفريق حتى الآن هذا الموسم، وسجل 6 أهداف، وجاء أحد تلك الأهداف في فوز غلادباخ 4-2 على بوريسيا دورتموند الشهر الماضي.